الاهلي هيلعب مع الزمالك النهارده، ودي بتبقى اصعب اللحظات عليها في الموسم. الكلاسيكو بين الاهلي والزمالك بيبقى خارج التوقعات، اي نعم كده كده الزمالك انسحب، بس احنا هنحط التشكيله عشان نشوف الاهلي هيعمل ايه النهارده قدام الزمالك. بص بقى اسمع التشكيله وسيبك من تشكيله كولر خالص، وده التشكيله اللي هتلعب النهارده، لان معاك دي شبيب جوارديولا حفيد انشيلوتي. هنلعب حارس مرمى مصطفى شوبير، هنلعب باك يمين محمد هاني لان عمر كمال مصاب، فهنضطر ان احنا نلعب بمحمد هاني النهارده. اثنين مدافعين هيبقى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، وباك شمال هيبقى احمد نبيل كوكا. ولازم يلعب باحمد نبيل كوكا عشان الولد ده بيلعب برجله الشمال كويس ولعب الحته ديت قبل كده، ولما نزل الماتش اللي فات فرق معانا. كريم فؤاد مش هينفع النهارده علشان بيلعب في الحته ديت زيزو، وعمر جابر بيبقى باك يمين وبيلعب عليه برده، فالجبهه ديت هتبقى خطيره جدا من نادي الزمالك. خط الوسط اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور. واللي يقول لي المفروض نلعب بقفشه جنب امام عاشور علشان عايزين نكسب، احنا بنلعب الزمالك يا جماعه، احنا بنلعب الزمالك، فريق جامد جدا، فريق متمرس، فريق قوي، والدور الاول مدينا 2-1 على وشنا. هنلعب جناح يمين حسين الشحات، شمال احمد عبد القادر، والمهاجم اسامه ابو علي. وانا حابب اقول لك ان